بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة مع الكابتن على قناة الحدث اليوم. سعيد جدا النهارده بضيفنا النهارده هو نجم من نجوم الزمن الجميل. لعب الأهلي ولعب للزمالك، ومن اللاعبين القلائل اللي نجحوا مع قطبين. بزغ نجمه مع الأهلي منذ أواخر الثمانينات وحتى عام 1994 اتخذ قرار مفاجئ باللعب لصفوف الزمالك وانهى مشواره الكروي فيه. دخل قلعه 100 عقبه، هو نجم ولقبه كان الهداف، هداف القطبين. رحبوا معانا النهارده بنجم نجمنا ونجم منتخب مصر كابتن محمد عبد الجليل. كابتن محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا نادر؟ اهلا وسهلا ومتشكر على الكلام الجميل دوت. طبعا ليا الشرف اللي انا لعبت في اكبر ناديين في مصر، يعني الاهلي والزمالك، وكان شرف كبير ليا ومنتخب مصر، وافتخر ان انت بتقول ان انا من ايام الزمن الجميل، يعني الحمد لله. طبعا يا كابتن، حضرتك حاجه مؤثره وحاجه مهمه في الكره المصريه، ده حقيقي مش مبالغه. وحضرتك لما لعبت اهلي وزمالك ده حاجه طبعا شرف اي لعيب بيتمناه. هي الميزه الحمد لله رب العالمين ان قليل قوي ان تلاقي حد لعب في الناديين والحمد لله الجمهورين يحبوا. تمام يا كابتن. دي ميزه الحمد لله، دي بفضل ربنا بجد. تمام يا كابتن. كابتن، النهارده ذكرى وفاه الكابتن محمد عبد الوهاب، الله يرحمه. النهارده كده 14 سنه على وفاته. ياه. فممكن باذن حضرتك بس هنقف دي احداث بس على روح الكابتن محمد عبد الوهاب. ده شرف لينا طبعا. خد يا كابتن. برضو النهارده الذكرى السنويه. الاداري عندي في قطاع الناشئين اسمه مصطفى احمد، الله يرحمه. الله يرحمه. الذكرى السنويه بتاعته النهارده. المقصه يا فندم. المقصه من الفيوم برضو. تمام. فالله يرحمهم جميعا. انا معايا على التليفون والده الكابتن محمد عبد الوهاب. يا امي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك، الله يسلمك. قلبنا معاكي ومشدي حيلك وتعيشي وتفتكري ان شاء الله. تعيش تعيش، الله يبارك فيك. النهارده يا فندم 14 سنه على رحيل اللاعب المحترم محمد عبد الوهاب. ايوه. شعور حضرتك ايه يا فندم؟ شعوري ان ربنا يجعله في الجنه والحمد لله ان قلوبكم والناس لسه فاكراه وقلوبكم معايا والحمد لله ان الناس كلها بتدعي له بالرحمه وفاكراه. ده حب من ربنا، الحمد لله. الحمد لله. حضرتك كنت بتتمني ان محمد يبقى متجوز دلوقتي وتشوفي اولاده؟ طبعا يا حاجه. انا محمد عبد الجليل يا حاجه، الجيل اللي قبل الله يرحمه محمد عبد الوهاب بقول لك هو متجوز ان شاء الله من الحور العين دلوقتي. فافخاري بابنك، كل مصر بتحبه وعمرها ما تنساه. ربنا يبارك فيك يا كابتن وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتجوز من الحور العين، وربنا ان شاء الله ربنا يهنيه في الجنه يا رب. وطبعا انت عارفه ان كان الاب الروحي بتاعه في الفيوم محمود الدناوي. ايوه صح. ربنا يرحمه ان شاء الله باذن الله ما يتنسيش محمد ابدا. يا امي، بس كنت عايز اسالك بس سؤال، هل ناس في النادي الاهلي بيتواصلوا مع حضرتك ولا لا خلاص الموضوع انتهى محدش بيكلمك؟ لا، هم بيتواصلوا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتواصل معانا على طول، بيكلمنا على طول. تمام تمام تمام. وحضرتك دلوقتي كان في كده موضوع اتقال في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي ما اداش محمد عبد الوهاب مستحقاته والكلام ده، فعايزين نعرف بس الحقيقه من حضرتك، هل ده حقيقي ولا لا؟ لا مش حقيقي. تمام. النادي الاهلي عطى لمحمد مستحقاته كلها بعد ما مات على طول. تمام تمام. احنا يا فندم بس والله قلبنا مع حضرتك وبنعزيكي تاني وان شاء الله محمد عبد الوهاب في الجنه باذن الله،
وسعداء جدا بحضرتك. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك. شكرا. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، مع السلامه. كابتن محمد عبد الوهاب من اللعيبه المحترمه اللي توفى بدري جدا 22 سنه. محمد ابو وهاب ما لعبش مثلا غير سنتين ثلاثه، صحيح. بس ساب اثر لعيب لعب 30 40 سنه. صحيح صحيح. مثل النادي الاهلي، خد بطوله مع منتخب منتخب مصر. مصر طبعا. الناس تفتكره لغايه دلوقتي، في ناس عايشه ولعبت كوره ومحدش فاكرها. صحيح. فمحمد ابو وهاب لعب سنتين ثلاثه او 4 سنين، ولكن اثر في قلوبنا كلنا، واتمنى له فعلا يكون في الجنه، وده ما يتنسيش. يعني محمد من الناس اللي ما تتنسيش ابدا فعلا، اخلاقا ولعبا، ونتك على اخلاقا دي الاول. صحيح يا كابتن. ان هو من الفيوم، وانا بقالي مثلا حوالي 11 12 سنه في الفيوم، عمري ما سمعت كلمه وحشه على محمد عبد الوهاب خالص. عمري ما شفت واحد يتكلم عليه بطريقه وحشه. صحيح صحيح. يعني بتخيل بلد كامله لما تيجي سيرته يتكلموا عليها بكل خير، دي بالدنيا كلها. طبعا يا كابتن، هو اللعيب او الانسان عامه سيره. طبعا يا فندم طبعا. صح. اكيد. كابتن عبد الجليل، احنا معانا اخبار هنتكلم عليها مع حضرتك، وهنقول الخبر وحضرتك هتناقشوا معانا. اوكي. بعد طرده من الملعب، حسني عبد ربه يهاجم اداره الاسماعيلي. النهارده حسني عبد ربه اداره الاسماعيلي طردته من الملعب. اداره الاسماعيلي طردت الكابتن حسني عبد ربه من الملعب بعد ماتش الاتحاد والاسماعيلي. كان رايح يتفرج على الماتش وللاسف ما رضوش يدخلوه. سوري؟ ما رضوش يدخلوه. سوري، دي قله ادب. لا لا، احنا كده بنهين الرموز يا جماعه. كفايه بقى اهانه رموز اللعيبه، كفايه. ده حسني عبد ربه تاريخ يا كابتن. ده مش تاريخ، ده تاريخ وجغرافيا وانجليزي وكل حاجه نادر. يعني ايه حسني عبد ربه ما يتمنع من دخول الماتش؟ ايه يعني داخل يعني مثلا عايز الاسماعيلي يخسر؟ صحيح صحيح. استحاله. يعني انا ما اعرفش الاسماعيلي هيوصل لايه. الاسماعيلي اللي انا كنت قلت لعبت اهلي وزمالك، كان نفسي العب في الاسماعيلي، جيل سعفان وفكر الصغير والعجوز، كان نفسي. فالاسماعيلي هيوصل لفين؟ وقبليه محمد حازم والناس دي. لما حسني عبد ربه يضحي بكل ده، يضحي بالعروض اللي جات له كتيره، صحيح، يتمنع من دخول ماتش ويطرد. كلمه طرد دي تقيل قوي. لا 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 لا، كده كده زياده. تمام. ولازم واقفه بقى مع مجلس اداره الاسماعيلي، باشمهندس ابراهيم عثمان، سليل عثمان احمد عثمان. طبعا اكيد. يعني مين عثمان احمد عثمان؟ اللي مؤسس من احد مؤسسين مصر. طبعا يا فندم طبعا. وافريقيا برافو عليك. طبعا. احنا لما كنا نروح نلعب في افريقيا، المقاولين العرب دي كانت بتشيلنا شيل. صحيح. لا لا لا، انا مش مع القرار ده خالص، وحقك عليا يا حسني يعني بجد. وجمهور الاسماعيلي لازم يعتذر لحسني يعني بصراحه على الحركه دي، وما تزعلش ما تزعلش. هي اليومين الكوره في مصر كده. كابتن، في اقاويل كتير دلوقتي في داخل الشارع الاسماعيلاوي بيطالبوا بحسام وابراهيم حسن كمدربين للفريق. راي حضرتك؟ يعني هما ادهم السلاحدار مسك شويه، هو محمد محسن ابو جريشه، وعملوا نتائج كويسه في الاول، وجابوا جوميز وشالوا جوميز. أيوه. ورجعوا ادهم. ودلوقتي طبعا حسام وابراهيم قيمه وقامه كبيره. يعني انا شايف طبعا برضو ان هم يخوضوا التجربه مع الاسماعيلي، ولكن مع اللي بيحصل في الاسماعيلي ده، يعني انا انصحهم كاخ صغير ليهم ما يعملوش ريسك غير لما الاسماعيلي يقف على حيله. الاداره دي تعيد حساباتها. ما اعرفش مين بيحرك الاداره، باشمهندس ابراهيم انا هو اللي اعرفه في تمام، ولا الكرافتات والبدل اللي حواليه. تمام. ما اصل اللي يضر المجلس الاداره او رئيس مجلس الاداره اللي لابس بدله وكرافته ما فهمش حاجه في الكوره وبيقعد يتكلم، هو ده اللي حواليه، هو ده الخطر. انما لو باشمهندس ابراهيم لم الناس اللي بتحب النادي النجوم وخد رايهم، زي حسني، زي العجوز، زي الناس اللي هم ليهم تقل، كابتن علي ابو جريشه، كابتن محمد صلاح ابو جريشه. تمام يا كابتن. انما يعني
انا شايفها 50 و50% ان ابراهيم وحسام يوافقوا. فيها ريسك يعني؟ لا طبعا فيها ريسك كبير، لان القماشه دلوقتي تقريبا يا كابتن في الاسماعيلي تكاد تكون معدومه. اولا امكانيات مفيش. تمام. اللعيبه في لعيبه كويسه، ولكن كتر التغييرات الكتيره دي مدربكه اللعيبه. صحيح. انا ما كانش في داعي ان احنا نجيب جوميز ده خالص، الاسماعيلي يجيب جوميز، كان ادهم ومحمد محسن يكملوا شويه. تمام يا كابتن. ما هي الفرصه، اديهم الفرصه، اديهم الفرصه زي محمد حليم في الحرس. طبعا طارق العشري عمل اللي عليه وكل حاجه حقيقي. محمد حليم ماشي كويس. اتمنى ان الحرس يفضل محمد حليم حتى لو نتائج ساءت بعد كده برضه يفضل يكمل نهايه الموسم. كابتن عبد الجليل، عندي خبر حصري دلوقتي حالا، توقيع كابتن علي ماهر لنادي المصري البورسعيدي خلفا للكابتن طارق العشري. الف مبروك لعلي. وعلي زي ما انا قلت لك ابتدينا انا وهو في اكاديميه النادي الاهلي من 14 سنه. علي من المدربين المجتهدين جدا وشخصيه طيبه قوي ومحترم وعنده فكر وشاب، واتمنى له التوفيق والف مبروك يا علي، واتمنى لك التوفيق في المصري. وعلى فكره مجلس اداره المصري باشمهندس سمير حلبيه من ايام ما حسام كان موجود وبعدين ايهاب جلال وبعدين طارق عمرهم ما اتاخروا، بدليل ان المصري طول ماتشاته بره معسكرات بره عمرهم ما اتاخروا مره على مدير فني. تمام يا كابتن. تمام. دي حقيقه تتقال، يعني الناس دي مسخره كل حاجه لفريق الكوره. فانا ارجو ان الجمهور ما يلومش مجلس الاداره. تمام. يلوم لعيبه، يلوم مدير فني، انما بصراحه انا اول مره اقولها، يعني شوف انا لسه بقول لك مجلس اداره الاسماعيلي بيعمل ايه. تمام. بقول لك مجلس اداره المصري بقاله 7-8 سنين من ساعه الحادثه الشهيره ما قصرش مع مدير فني جه ولا لعيبه. تمام. تمام يا كابتن. تمام. احنا عندنا خبر بس عن الاولمبيه الدوليه، ده من غير تعليق، احنا هنقول خبر. الخبر بيقول ان الاولمبيه الدوليه تنفي تكريم رشدي وتطالب نظيرتها المصريه بالتحقيق. نفت اللجنه الاولمبيه الدوليه قيام الالماني توماس باخ رئيس مجلس الاداره بتكريم الحكم المصري احمد رشدي لاختياره افضل حكم في بطوله العالم للقوس والسهم، والتي اقيمت بمدينه هيتروجينس الهولنديه العام الماضي. وقد زعم رشدي هذا فيما نفى الاتحاد الدولي للقوس والسهم وجود ما يسمى باحسن حكم، لانه لا يوجد تصنيف للحكام الدوليين، ولذلك فان ادعاءات الحكم الدولي باطله. رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه اكد ان هذه الادعاءات باطله ولا يوجد لقب يسمى باحسن حكم. ده جه في الخطاب اللي ارسلته اللجنه الاولمبيه الدوليه للمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، واللي جه فيه ايضا ان الصوره التي تداولها رشدي بصحبه باخ كانت عباره عن صوره شخصيه استغلها الحكم كذبا للادعاء ان توماس كرمه بالحصول على اللقب. وطلبت الاولمبيه الدوليه من نظرتها المصريه تحقيق موسع مع الحكم واختارها بالنتيجه بعد التحقيق معاه. كابتن بس عايزين ناكد على حاجه، ان تجهيز الملعب من شركه AS جروب والملابس من شركه جو، وعندنا دلوقتي فيديو من معهد انسب لعلوم الرياضه عن اهميه الماء للرياضيين. هنسمعه من دكتور عبد الرحمن ونرجع لحضراتكم تاني. الرحمن الرحيم. تحياتي لحضراتكم، تحياتي للساده المشاهدين. النهارده ان شاء الله هتكلم مع حضراتكم في موضوع هام جدا في المجال الرياضي، اهميه توازن الماء داخل جسم الانسان اثناء التدريب، وخاصه في التدريب في الجو الحار. احد اخطر الظواهر الفسيولوجيه اللي ممكن يتعرض لها جسم الانسان اثناء التدريب نقص كميه الماء. نقص كميه الماء ممكن تؤدي الى التعرض للاصابات العضليه زي التقلص العضلي والتمزق العضلي والشد العضلي والتعب العضلي والارهاق العضلي، ودي كلها اصابات بتؤثر على مستوى وكفاءه الاداء الرياضي اثناء ممارسه النشاط الرياضي. بنصح ولادنا في المجال الرياضي ان هم يهتموا بقدر المستطاع في عمليه التوازن المائي من خلال امداد الجسم بكميه الماء الكافيه قبل التمرين بساعتين 2 لتر، اثناء التمرين ناخد جرعات لا تعوق الاداء، بعد التمرين نعوض كميه الماء بشكل كافي للمحافظه على نقص الجسم من الاملاح المعدنيه. شكرا لكم وتحياتي للبرنامج وتحياتي لكابتن تامر. معاكم الدكتور عبد الرحمن منصور. ورجعنا له تاني اعزائي المشاهدين، وهنبدا مع الكابتن محمد عبد الجليل فقراتنا النهارده. اول فقره كابتن محمد الاسئله العامه، هنبدا بالاسئله العامه. ماشي تمام بس بالراحه.
كابتن عبد الجليل، ايه سبب اختيار حضرتك رقم 3؟ واحنا عندنا 17 سنه كان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه كان بيجيب لنا مباريات بره، بنسافر كندا والمانيا، بيعمل دورات، ودي مش موجوده دلوقتي في قطاعات الناشئين يعني. تمام. ف لعبنا هناك في كندا مرتين، فلبست رقم 3 مره، فربنا كرمني خدت الهداف وخدت احسن لاعب وخدنا البطوله ساعتها. فلما رجعت طلعت الفريق الاول اتفائلت بيها قوي. تمام. بس طبعا لقيت حبيبي وكابتني كابتن ربيع ياسين طبعا هو اللي لابسها، فطبعا ما قدرتش فاستنيت لغايه لما اعتزل وبعدين لبستها بعديه. بس هو في ماتش في كوينز بارك رينجرز كان في انجلترا، الراجل بصراحه قال لي خد البس 3 انت يا عبد الجليل. يا كابتن ربيع ما ينفعش، قال لي لا خد البسها انت، تبقى انا عارف انت بتحبها، والماتشات اللي انا ببقى واخد فيها انذارات انت بتلبسها. كابتن محترم كابتن جدا. طبعا. وسبحان الله هو اللي احرز هدف التعادل عشان يعني جه على نفسه واداني طبعا يا كابتن. طبعا يا كابتن. فده سبب رقم 3. قليل قوي اللي تلاقي مهاجم بيلبس 3 بالظبط. اس جي موا بتاع بيلبس 3 غانا، بتاع غانا. كان لبس برضو فتره 3. ارديليس في الارجنتين كان لابس 1. ارقام غريبه شويه. تمام يا كابتن. حتى في ماتش افريكا سبور النهائي بتاع افريقيا كان ماسك افريكا سبور واحد جزائري اسمه الرشيدي، قال انا يعني ما اتخدعت ان شفت لعيب رقم 3 لقيته مهاجم، انا فاكره باك ليفت لقيته مهاجم وانا اللي جبت الجون هناك، فقال لك انا اتخدعت يعني بالرقم دوت. في مره الكابتن الخطيب عملها هو كابتن محمد عامر في افريقيا. تمام. لان هم الشعر زمان كان كبير فكانوا شبه بعض، كان ستايل واحد. فالخطيب لبس مع الاحترام يعني كابتن الخطيب لبس 12 ولبس محمد عامر 10. الناس كلها راحت كابتن محمد عامر. برافو عليك صح. كابتن عبد الجليل، الراحل عادل عبد المنعم ازاي ساهم في شهرة حضرتك؟ من احلى جوان حياتي. كان تاني جون ليا في الدوري، كان عندي 18 17 سنه ونص، كنت كابتن انور سلامه صعدني انا وعمرو وعادل الرحمن وهاني رمزي واحمد حموده وياسر محمدين، يعني كذا لعيب، بس احنا الاربعه اللي ابتدينا الاول. وكان خدت الكره من نص الملعب، عملتها وانتو مع ايمن شوقي، عملت اللي انا اديها له، عملت كده حاجه اسمها كنافه. تمام. الكنافه دي في المطريه عندنا دي معروفه يعني. الله يمسيه بالخير بقى اللي علمهاني في الكره الشراب عبد المنطوي، اللي ما لعبش كره شراب ما لعبش كوره. طبعا يا كابتن اكيد. فالمساك افتكر ان انا هديها لايمن، فراح مع ايمن ورحت. بعد كده افتكروا ال3 كانوا واقفين على خط واحد، افتكروا برضو ان انا هعمل انطومه وحسام حسن، فرحت عامل كده ورايح على الجون. كنافه. الكنافه برضو بقى هي 2 في 1 زي البرت بلاش عشان الاعلان، زي الشامبو كده 2 في 1. رحت عامل كده ورحت حاططها لوب العدد. حتى ميمي الشربيني قال لك قماشه جديده، قال له عايزها فين يا عادل؟ الله يرحمه. الله يرحمه يفرق. يعني هي كان برضو كان فيها توفيق يعني ان انا ارقص، بس كان هدفي فعلا ان كنت مميز باللعبه دي. تمام يا كابتن. يعني حتى بعد كده فايتسا لما جه في 89 كنت معاه في معسكر في المانيا، فكنا بنلعب فرق ضعيفه كتير، فكنت بعملها على طول، اعدي اروح اجيب اجوان. فلما لعبنا ماتش كوينز بارك رينجرز اللي بقول لك عليه، فنزلت الشوط الثاني انا ومش عارف كان المهم، بعد ما جبنا جون التعادل هم هاجوا علينا كتير بقى خلاص كانوا رابع الدوري. تمام يا كابتن. مين الاهلي المصري فعملتها وعديت خلاص رايح، للاسف راحت خبطه في الكعب رجلي وراجعه لورا. رجعت. كابتن عبد الجليل، خناقات حضرتك مع الكابتن احمد رفعت والكابتن فاروق جعفر في الزمالك. تمام. اولا كابتن احمد رفعت في ذمه الله وعند طبعا. ربنا، فانا طبعا. ما اقدرش اتكلم عليه خالص تمام. الا بكل خير. اكيد. اما الكابتن فاروق جعفر هو الماتش كله ان انا كنت لسه منقول للزمالك وكنت بادئ الماتش كويس، ورحت انفراد، رقصت برضو مشير وابو الدهب في لعبه واحده، وخلاص انفردت من الجنب كده بالكابتن شوبير وانا رايح قلت ايه هتحطها فين؟ طب بعد ما تجيب الجون انت كل ده انت لعيب كوره قديم وعارف طبعا هتجري هنا ولا هتجري هنا ولا هتعمل ايه ولا هتفرح ازاي، ولسه بحط وش رجلي طلع لي من تحت الارض ابراهيم حسن، راح مديني كتف كده خفيف،
هو مش فاول، هو الكابتن. فانا بشوط مشيت على وش رجلي كده، فقلشت فراحت كده، يعني الجون هنا فراحت كده. تمام. فقال لك ده اهلاوي قصده يضيعها. للاسف. صح مظبوط. يعني الكلام ده كله، يعني شوف من 20 سنه و 30 سنه، شوف العقليه كانت ايه. وسمعت طبعا ان الكابتن فاروق ميل عليه قال له لا عبد الجليل ما بيدافعش، لازم ننزل مدافع احسن لو دخل فينا جون. تخيل مين نزل مكاني؟ مين يا كابتن؟ محمد صبري. ده محمد صبري بلاي ميكر ومهاجم. لا ما يعني محمد صبري ده الديفندر. فطبعا كان للاسف يعني قلت له طب اصبر عليا بين الشوطين وخرجني. صحيح. يعني ده انا حتى وانا خارج جمهور اهلي سقف لي، تخيل. صحيح. يعني جمهور اهلي نفسه سقف لي. صحيح. فهي دي كانت سبب مشكله، انما ربنا يرحم الكابتن احمد رفعت، وربنا يهدي الكابتن فاروق جعفر. كابتن حضرتك كنت متألق في سنه 90 وايه ليه عدم استدعاء حضرتك لكاس العالم؟ بص انا ابتديت مع الكابتن جوهري انا وهاني رمزي من 88 بالظبط، من اول معسكر لينا كان في احد الفنادق. كابتن جوهري قال لنا حطوا كلمه روما وراكوا على السرير او ايطاليا عشان لما تصحى من النوم تشوفها. انا فاكر الموقف ده كويس قوي. قعدت من 88 لغايه اخر ماتش الجزائر اللي وصلنا فيه وبعد ما وصلنا رحنا فرنسا، كنت في المعسكر معاهم. جه قرار من فوق من الوزير عبد المنعم عماره، كان في 5 لازم يطلعوا تكريم وكانوا يستحقوا. تمام. انا بقول لك كانوا لازم يستحقوا فعلا. كابتن جوهري قعد معانا انا وبدر رجب وياسر فاروق، لان احنا من سنتين كاملين، وانت عارف الكابتن جوهري طبعا جبال نروح ونطلع جبال وننزل جبال ونتمرن يعني طحنته. قال لك انتوا لسه صغيرين وانت لسه قدامك 3 كاس عالم، وهو ده السين طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. فانا قلت له في سري ما اقدرش اقول له، قلت له وبقى قابلني لو وصلنا كاس عالم بعد 30، وفعلا وصلنا بعد 30 سنه مع كوبر. بس ال5 دول كان لازم يتكرموا. تمام. وده نصيب يعني. يكفي ان انا مكتوب اسمي في الاتحاد الكره ال30 اسم اللي وصلوا مصر كاس عالم في 90. مش مهم انا اشارك في كذا، انما وصلت مصر كاس عالم مع زمايلي الحمد لله. بمناسبه كابتن فاروق جعفر، حضرتك سمعت التصريحات الاخيره اللي قالها على موضوع الحكام؟ سمعت طبعا، بس ما اعرفش يعني هو ساعتها كان المشكله ان هو اصر، وكان يعني كلام هو كان عايز جدال. هو كان عايز يبين ان مثلا الاهلي هو اللي بيكسب الحكام ولا المقاولين اللي بتكسب الحكام. ايامها المقاولين كان بيلعب في افريقيا. صحيح. ولا كان عايز يبين ان هو زملكاوي قوي. لغايه دلوقتي مش فاهم هو يعني كان قصده ايه من الكلام دوت. حتى لو الكلام ده بيحصل ما ينفعش لعيب كبير زي فاروق جعفر يقول كده. صحيح اكيد. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن. كان بيحصل في الثمانينات كده ايام زمان. بس مش مع الاهلي ولا مع الزمالك. تمام. اللي ابتدعها وكان لازم يعمل كده اياميها جمال عقاد في المقاولين العرب. المقاولين العرب. انا بكلمك بصراحه. تمام. كان ساعات في اوقات كده اذا كان بتاع مازيمبي بتاع اليومين دول حب يشتري جهاد جريشه. صحيح. مرضاش. حصلت طبعا. لان خلاص ما ينفعش. انا زمان ما كانش في حد بيشوف حاجه اصلا، ما كانش في تلفزيون اصلا. صحيح. يعني انا رحت تنزانيا سنه حاجه و90 ما كانش التلفزيون لسه دخل هناك، تخيل. فالحاجات دي كانت لازم جمال عقاد يعمل كده عشان خاطر لو ما عملش كده كانش المقاولين هياخد بطوله. بس مش معنى كده ان المقاولين ما خدش بالبطوله بمجهود، لانه كان لعيبه، كان معاه لعيبه كبيره وي طبعا. بس في عوامل مساعده لازم بره بالذات. تمام يا كابتن. لازم تعمل كده. انما حتى برضو خلاص دي زي الحاجات اللي هي رأفت الهجان تتقال بعد 30 40 سنه. ما تتقالش بوقتها. بس ما تتقالش على السوشيال ميديا او على الهوا. على الهوا مستحيل. يعني انا بقول على الهوا دلوقتي خلاص جمال عقاد ساب المقاولين. تمام. المقاولين كسب بطوله افريقيا بعد كده في العصر الايام دي، وكسب وكاس مصر وكسب. لا المقاولين كسب بشرف وكده، بس اللي هو ابتداء الحاجات دي كابتن جمال عقاد، وكان لازم يعملها ساعتها. انما بعد كده لا حصلت في الاهلي ولا حصلت في الزمالك. تمام يا كابتن. هي كانت تهيؤات من الكابتن فاروق جعفر. بتكلم بجد. هو حب يجامل الزمالك. فقالها بالطريقه قالها بطريقه وحشه، خلى الناس افتكرت كمان ان الزمالك هو بيعمل كده. صحيح فعلا. واستحاله الزمالك ولا الاهلي يعملوا كده. صحيح يا كابتن. ولا حد يقدر يعمل كده الايام دي. كابتن عبد الجليل، هنطلع لفقرتنا الثانيه وفقره الاسئله الخاصه. الاسئله الخاصه مع الكابتن عبد الجليل.
كابتن عبد الجليل لو رجع بيك الزمن في قرار عاوز تغيره هيكون ايه؟ اهتم بالكوره اكتر من كده. بمعنى يا كابتن؟ يعني انا كنت بدي الكوره 70% وحياتي الشخصيه 30%. تمام. دلوقتي لو عاد بيا الزمن اجيب خيمه واحطها هنا في وسط الملعب وانام فيها بالاسعار اللي بتتقال دي، بالامكانيات الحلوه اللي الناس بتقول عليها ان انا كنت كويس. لو عاد بيا الزمن لا، هبقى محترف 100%. بس انا سمعت ميدو، احمد حسام ميدو قال كلمه حلوه قوي عجبتني. تمام. هي لمستني. تمام. ان هو عالمي وعمل كل حاجه في الكوره وفي نفس الوقت انبسط وعاش حياته. قال لك في ناس مركزه 100% في الكوره لغايه لما توصل سن 35 36 40 اما يبطل كوره. تمام. بعد كده حياته هيبتدي مش هيلحق يستمتع بحياته. ف يعني هي هو ميدو وزن الامور معادله. تمام. يعني انا يمكن كنت مدي الكوره اهتمام 70% والحياه الشخصيه 30%. الحياه الشخصيه مش حاجه غلط، مش ان معنى ان انا اسهر مع اصحابي على كافيه يبقى انا وحش. صحيح. مش معنى ان انا اخرج واتفسح مع اصحابي واسافر مثلا اصيف حاجه غلط. تمام. ان انا اقعد مثلا على السرير سهران في الفندق في المعسكر مع للساعه 3 4 الفجر بتفرج على التلفزيون مش جاي نوم يبقى حاجه غلط. لا، لو عاد بيا الزمن لا، انا من الساعه 12 واقوم بدري كده يعني. بمناسبه الاسعار، حضرتك شايف كابتن محمد عبد الجليل لو في الفتره دي الاسعار تبقى كام؟ حددها لي انت والنبي تعمل حددها لي عشان خاطري. احنا بنسمع 20 مليون و30 مليون و40 مليون يعني كابتن عبد الجليل يعني بال 70% اللي انا اديتها في الكوره ممكن دلوقتي مثلا ممكن اطلب 10 15. 10 15 قليل يا كابتن؟ لا حلوين. لا قليل. والله راضي. والله راضي، والله راضي. لو 10 كمان حلوين مش وحشين. كابتن عبد الجليل افضل قرار خدته في حياتك؟ ان انا لما كنت في اكاديميه النادي الاهلي وقعدت سنه كامله قالوا لي هتخش النادي الاهلي، وطبعا انا كنت فرحان داخل اكاديميه النادي الاهلي طبعا، وشرف لاي حد انه يخش النادي الاهلي. فدخلت الاكاديميه وكان الكابتن محمد رمضان وده صديق عمر يعني وكنت انا وعلي ماهر ومحمد عماره وياسر محمدين واحمد حموده كنا يعني نعتبر من اوائل الناس اللي كانت اول سنه الاكاديميه. تمام. فاحلى قرار خدته ان انا بعد سنه اتعرض اسمي، الكابتن محمد رمضان عرض اسمي مع 4 اسامي يترشحوا لقطاع الناشئين. هايل. للاسف اترفض. اترفض؟ من مين يا كابتن ولا حضرتك مش عارف؟ الله يرحمه، ما اقدرش برضو يعني واحد توفى يعني. تمام. فما اقدرش برضو اقول اسمه لان هو في ذمه الله. كلام محترم. فطبعا انا زعلت قوي يعني. ليه؟ محمد رمضان قال له انا اللي ماشي عبد الجليل لانه كان مدير الكوره والمجلس انقسم، فاللي ادى القرار ان انا امشي من النادي الاهلي مدير الكوره. تمام. انه امين جدا محمد رمضان. قال له انا اللي ماشيه وانا اللي بقول لك هو مدرب كويس. تمام. هو مشروع مدرب كويس. فللاسف فاحلى قرار خدته ان انا رحت المقصه. يعني لما سبت الاكاديميه ما كانتش لسه المقصه موجوده، كلمني الكابتن وليد ويدي وقال لي احنا ما فيش شركه وما فيش موارد وما فيش. كنت لسه صغير، كان عندي 36 37 سنه، فكنت ساعتها لازم اعمل ريسك. تمام يا كابتن. ربنا كرمني ورحت معاهم وما كانش فيه فلوس خالص. المقصه ابتدت تخش في الاخر لما لقيتنا احنا ثالث الدوري، يعني بترول اسيوط صعد مع الكابتن عامر. تمام. الجونه الثاني مع كابتن اسماعيل يوسف 53 بونت، وانا واسوان 52 بونت. وانا واسوان كنا بنكح تراب برضه. تمام. مفيش يعني فلوس. مفيش فلوس. مش عارف تصرف. يعني التليفونات كان فيها فلوس كتيره. تاني سنه اتعرض عليها التليفونات، بس طبعا المقصه اتمسكت بيا ودي كانت على راسي يعني. ربنا كرمنا بعد كده المقصه. فده يعني دي خطوه انا كنت لازم اعملها. تمام يا كابتن. والخطوه اللي بعديها ان انا ما كانش لما بعد ال7 سنين ما كانش لازم انزل قطاع ناشئين، كان لازم اكمل الكارير بتاع التدريب في فريق اول في ممتاز بيه في دوري ممتاز. بس برضو انا سعيد ان انا في قطاع الناشئين عملت حاجه كويسه، مش انا لوحدي يعني. الكابتن احمد المنشاوي ده مدير القطاع، وكان نزلت لقيته كان هو رئيس القطاع، وكان اشتغل اسيست معايا في الاول خالص كمدرب مساعد. فبشكره لانه هو شايل عني 70% في القطاع بامانه. ممتاز.
اقسم بالله سيد يا كابتن. احمد المنشاوي ده جوهره، امين، صادق، بيشتغل، شايل مخليني للشغل الفني بس. تمام تمام. ودي حاجه ما تلاقيهاش في اي حته. عشان كده الحمد لله اللي في المطبخ او اللي في المجال في قطاع الناشئين يعرف يعني ايه مصر المقاصه في قطاع الناشئين. كابتن جميل، حضرتك اتظلمت في التدريب؟ ما صبروش عليا. مم. يعني انا مسكت المقصه لما طارق يحيى مشي وراح السعوديه. مسكت شويه، كانت ساعه الثوره وكان في دوره وديه مع انبي عاملاها تمام. عشان كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا وكانوا عايزين ماتشات، فقالوا نعمل ايه؟ نعمل دوره وديه. ما كانت الكوره واقفه، كانت واقفه فين؟ دخل 10 فرق مثلا. دخلت سموحه كان معاه كابتن شوقي غريب وحماده صدقي مساعد. تمام. الداخليه علي عبد العال، مقاولين العرب، انبي، يعني برضه حوالي 3 فرق. وربنا كرمني وخدت البطوله ديت. لعبت سموحه في النهائي وكسبناها وخدنا البطوله. بعد كده اديت اجازه للعيبه، ما كانش في دوري، ما كانش باقي، فاديت اجازه للعيبه 10 ايام. تمام يا كابتن. فوجئت كالعاده ان اتحاد الكره في مصر ما تعرفش هيبتدي امتى، هيروح امتى. لقيت بعد اسبوع بيقول لك ايه ده، الدوري هيبتدي. اما لميت الفرقه وابتدينا تاني، يعني جبت 4 بونت من 4 ماتشات. ده ما كانش مرضي لمجلس الاداره؟ يعني هو مجلس الاداره كان ليه وجهه نظر برضه، اللي هو محمد كان ليه وجهه نظر تحترم ان هو جاب حسام وابراهيم. بس يعني ما كان نفسي اخد طبعا فرصه اكتر من ده كده. اللي بنتكلم فيه، اننا ندي فرصه بس للمدربين. عشان كده انا اتكلمت بقول لك ادي فرصه لحليم. صحيح، مظبوط. يعني طارق العشري مشي من مصري، صح؟ مظبوط. علي ماهر مصري. بالظبط. ارجو ان ما يرجعش. ما تزعلش مني يا طارق يا حرس. عشري. لا، ادوا الفرصه لحليم شويه. صحيح صحيح، يستاهل. يعني ابسط حاجه، ابن النادي وعامل نتائج حلوه. النهارده متعادل مع المقصه، وقبل كده عامل ماتشات كويسه جدا. تمام. 1-1 النهارده. بالظبط. فياخد فرصه. يعني مش عايز الاسماء هي اللي تطغي بقى، مش صحيح. عايز الاسماء. صحيح. عايز ندي فرصه للشباب بيشتغلوا. للشباب. تمام. وعلى فكره انا مش شباب. لسه يا كابتن، لسه شباب. كابتن عبد الجليل، هندخل على المرحله الثالثه وسؤال وجواب. سؤال وجواب مع كابتن عبد الجليل. إدارة الأهلي قررت الاستغناء عن كابتن محمد عبد الجليل بعد مشاركة في ودية بالإمارات. نعم. هل تعمدت إضاعة هدف محقق أمام الأهلي وأنت بتلعب في الزمالك؟ استحالة. حزين على رحيلك من النادي الأهلي؟ نعم. رمضان صبحي خليفة كابتن محمد عبد الجليل؟ هو وتريزيجيه. هو وتريزيجيه. كابتن محمود الجوهري كان باستدعاء منتخب مصر بسبب السهر؟ لا، عشان كان بيحب ناس عن ناس. يبقى لا. لا. ماشي. أول مكافأة حضرتك من النادي الأهلي 2 جنيه؟ دي حقيقة. دي حقيقة. واحنا عندنا 14 سنة كابتن مصطفى حسين ادانا المرتب 2 جنيه. تمام. رمضان صبحي سيندم على رحيله من الأهلي؟ لا، ما حدش بيندم دلوقتي. مين هيقعد مكانه يا كابتن؟ لغاية دلوقتي لسه لسه. اوكي. إيهاب جلال أفضل مدير فني في مصر؟ نعم. نعم. طبعا. تمام. اوكي. طب ما راحش منتخب ليه؟ لا، إيهاب كان مترشح لآخر دقيقة. طب انا عارف انه كان مترشح، ما راحش ليه؟ بس هو عشان صمم على الجهاز معاه بتاعه فهم رفضوا. طب حضرتك شفنا لما كان موجود في المصري والزمالك، هل هو ما نجحش في المصري والزمالك؟ إيهاب يعني دي فرقه جماهيريه مثلا ولا؟ بالظبط. إيهاب عايز يشتغل في هدوء. تمام. حتى شوف تصريحاته هاديه. تمام. إيهاب ابن الناس. الناس. تمام. ما بيحبش الدوشه. الضغوط بتاعت نادي الزمالك ما استحملهاش. صحيح. نجح مع النادي المصري، خدهم من قبل الاخير، وصلهم من رابع افريقيا، ودخل افريقيا وعمل افريقيا وعمل اللي عليه ومشي. صحيح. رجع المقصه. بقول لايهاب لو فنشت ايهاب بالفرقه اللي موجوده والظروف اللي حصلت، لو فنشت سادس او سابع ده انجاز ليك. طبعا. فعلا. طبعا. طبعا. كابتن، انتقالك للزمالك كان رد اعتبار على قرار رحيلك من الاهلي؟ في مصر نعم. في مصر بتلعب في اهلي او زمالك. تمام يا كابتن. هنطلع للفقره الثالثه والفقره الفنيه، الفقره الرابعه انا اسف. الفقره الفنيه مع الكابتن محمد عبد الجليل. كابتن عبد الجليل،
مين اقرب للصعود لبطوله افريقيا والبطوله واخد البطوله السنه دي؟ هو البطوله السنه دي افريقيا ولا الدوري؟ صعود نهائي افريقيا والفوز بالبطوله. لا، الاربع فرق متساويين. تمام. متساويين جدا، بس خد بالك ان المغاربه اجريسيف تمام. وعندهم اللياقه بالفطره، بدليل العدائين بتوعهم مكتسحين عويطه وقبل كده نوال المتوكل والناس دي. تمام. ف حريف الجري يعني. طبعا. فهي هي دي النقطه اللي بس قلقاني، ان المغاربه في البدني هيبقوا اعلى من المصريين. طيب احنا شايفين دلوقتي ان كورونا بتضرب الرجاء والوداد الفتره اللي احنا فيها، فهل ده ممكن يساعد النادي الاهلي والزمالك ان هم يصعدوا لنهائي افريقيا؟ طبعا الواحد ما يتمناش الاذى لحد، طبعا احنا بنتكلم بس على الظروف اللي موجوده. يعني انا بس بعلق على الكلام، ان طبعا الواحد ما يتمناش كده، بس طبعا لو ناس اساسيين عندهم وجالهم كورونا مش هيقدروا يلعبوا، طبعا دي هتبقى افاده للاهلي والزمالك كبيره جدا. صالح جمعه يستحق يكون اساسي في تشكيله النادي الاهلي من زمان، بس صالح عايز معامله خاصه. بمعنى يا كابتن؟ بمعنى مش كل شويه الضغوط عليه، مش كل شويه صالح 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 صالح، سيبوه. امبارح الراجل اداله 6 دقايق، اتمنى الماتش الجاي يديله نص ساعه. تمام يا كابتن. كابتن جليل، عندنا هنا السبوره. السبوره دي اتفضل حضرتك عندي. السبوره هنا هنكتب الجيل او المنتخب التاريخي، منتخب مصر، الفرقه دي منتخب مصر او النادي الاهلي او نادي الزمالك، ايه اللي يريحك؟ انا مع حضرتك. النادي الاهلي او منتخب مصر او نادي الزمالك، ايه اللي يريحك؟ اللي انت شايفه ده اختيار لحضرتك. لا، انا هتكلم عن منتخب مصر. أوكي. عشان لا زعل اهلي ولا زعل الزمالك. اتفضل يا كابتن. بسم الله. تمام. كابتن عصام الحضري. ابراهيم حسن باك يمين. احمد مصطفى نجم الزمالك. فريجيدير مصطفى كان من احسن الناس اللي بتغطي، هو والكابتن يكن، بس الكابتن احمد مصطفى ده ما خدش حقه جامد قوي. تمام يا كابتن. كان من اللعيبه الكبيره قوي. تمام. كابتن هاني رمزي. كابتن ربيع ياسين. ما تزعلش مني يا عماره. انا اسف. هنحط على الدايره. تمام. مجدي عبد الغني بلدوزر. ده شور. تمام. لعب كاس عالم، احترف، دوشنا بجون كاس العالم. مشاكل والله يا كابتن. مشاكل. لا بس لعبه اتطور جامد. صحيح. بامانه. صحيح. يعني كافح برضه. تمام يا كابتن. الله يرحمه. محمد حازم. الله يرحمه. نجم الاسماعيلي. بالظبط كده. طبعا. مثل الاعلى. كابتن علي ميهوب. طبعا نجم من احرف اللعيبه اللي شفتها في حياتي. بيشوف الجون بيجري على الجون على طول، مفيش بقى عرض وكده. تمام. كده كام احنا؟ 2 3 4 5 6 7 لسه 3. حلو. محمد صلاح. بيبو. كابتن شايف ابناء اللعيبه فين دلوقتي؟ ابناء اللعيبه في النادي الاهلي موجودين. طب ما في مشاكل. طب اكمل الاخير. اوكي وحضرتك بتكتبه. اتفضل يا كابتن. انت بتشتت تفكيري؟ لا خالص. ما ترقصني خالص يا كابتن. كابتن مختار. بعتذر للناس اللي انا ما قلتش اساميها، بس بصراحه في الافات. حازم امام الكبير وحازم امام الصغير وي بس هم دولت اللي جم على بالي دلوقتي. تمام. ومتهيألي تشكيل مش وحش. ده هايل جدا، ده هياخد كاس عالم ان شاء الله يا رب. نقولهم تاني كده يا كابتن. ايوه تمام. عصام الحضري. ايوه. ابراهيم حسن بكرايت. تمام. احمد مصطفى الفريجيدير. هاني رمزي. ربيع ياسين مع الاحترام الالقاب طبعا. مجدي على الدايره. حازم على يمينه، علاء على شماله او العكس يعني. اوكي. الكابتن مختار اللي بيسحب الفرقه من اي حته طبعا.
فخر العرب طبعا محمد نجم. صلاح، نجم فخرنا محمد صلاح. كلنا. طبعا. واحرف لاعب جه في مصر كابتن عبد محمود الخطيب. كابتن عبد الجليل، متشكرين جدا على التشكيل المحترم ده، وهندخل الملعب بعد اذنك. اوه يا سلام. مع ان على فكره الملعب عندي مقدس، تمام. ممنوع دخول الملعب خالص بلبس الميري. تمام. لازم شورت وفانلة. هو احنا بس عشان احنا في الاستوديو، انا همشيها عشان الاستوديو. انا بس حضرتك ما ردتش عليا في موضوع ابناء اللعيبه اللي مشيت. ايه؟ ايوه بقى. ابناء اللعيبه اللي مشت النادي الاهلي، مالهم؟ في كلام كتير ومشاكل. هشام حنفي، محمد عماره، سيد معوض. ايوه بقى يا كابتن عبد الجليل بقى، نرجع تاني بقى زمان. تقول الزمن نرجع زمان. ماشي. هايل يا نجم. هايل يا كابتن. زي ما قلنا يا كابتن، انا مش هرد عليه غير بعد كده، بعد ما اخلص هقول لك ليه. ليه يا كابتن؟ بعد ما اخلص. طيب بعد ما تخلص، اوكي، عشان ما نركز. هايل يا كابتن. هايل يا كابتن عبد الجليل. رد عليا. ما سالتنيش ليه ما ردش عليك؟ ليه يا كابتن؟ دلوقتي اللعيب الناشئ لما يبقى في الملعب، طالما دخل هنا ما يسمعش غير كلام المدرب بس. تمام. ما يسمعش كلام لعيب زميله جنبه مثلا بيعمل اطالات، يعني بنعمل اطالات انا وانت او بنقعد نتكلم، ده انت بتشتت تفكيره. تمام. طالما الكرة معاه لازم يركز في الكرة بس، يسمع كلام المدرب. انما يقعد يشتت تفكيره ويرد على اللي بره ويبص للجمهور ويرد مش عارف هنا، او مثلا واحد شتمه الجمهور ويزعله يقول له ايه اعمل لك ايه، ما ينفعش. انت عمال تكلمني، تمام. انت بتشتت تفكيري. تمام. دي دي للناشئ. رساله احنا عايزين نقولها للناشئ يا كابتن. طبعا. تمام. طالما دخلت الملعب اوعى تتكلم مع لعيب زميلك. ممكن لعيب زميلك يكون مش عايزك تلعب، يلعب مكانك فعايز يشتتك. تمام. يوه التمرين ده وحش يا ساتر، خرجك بره. دي حاجه سلبيه. طبعا. فانا بنصح ان دخلت الملعب ركز في الكوره بس. شفت لعيبه كتيره بتركز في الكوره بس، يجي واحد يكلمه ما يردش عليه. تمام. ده لعيب كويس، تمام. يبقى لعيب محترم. تمام. بس هي دي اهم حاجه، تركز في الكوره في الملعب بس. هي. ودي انا بقولها للناشئين دايما. هي. اللي يجي يكلمك في الملعب اسمع كلام المدرب او مساعد المدرب بس، انما أي حد من تاني زمايلك تسمعلوش. ما تسمعلوش، ما تسمعش، ما تتكلمش. ركز الساعه ونص او الساعه وربع اللي بتتمرنهم في الكوره بس. طيب احنا عندنا رساله حضرتك عايز توجهها للجماهير كلها او للناس، مش الكوره عامه، احنا بنتكلم في الطبيعي، في لا دي كل المصريين. دي حاجه مهمه قوي يا كابتن تامر، والله العظيم. ما بعد الكورونا تمام. ربنا كرم وزاره الصحه والرئيس السيسي، يعني حاوطوا كورونا بطريقه انا شايف 100%، يعني حاجه تحفه. يعني هي مش 100%، يعني حوطوها على قد الامكانيات الموجوده. الحمد لله. لا بنسبه 85%. تمام يا كابتن. يعني قال لنا جامد. هي بترجع تاني بس مش زي الاول. صحيح. بس ما بعد الكورونا بقى ايه؟ الجلطات، الازمات القلبيه، تمام. الضغوطات، كل ده من التفكير في ال5 شهور او 6 شهور اللي الانسان البسيط اللي قوت يومه بيقعد يفكر طول الليل. تمام يا كابتن. انا في 3-4 حالات شفتهم بعيني بيجي لهم جلطات وهم صغيرين، عشان طول ما هو قاعد اجيب منين، هعمل ايه، عليا اقساط، عليا. صحيح يا كابتن. ماشي. انا بنصح وبقول ده اسمه تواكل. تمام. مش احنا بنتوكل على الله بس صحيح. بناخد بالاسباب. صحيح يا كابتن. لازم صحيح. تسعى، لازم تجتهد، لازم تحاول. مهندس مش لاقي شغل وقاعد في البيت، صحيح. انت تشتغل اي حاجه. تمام يا كابتن. تمام. انا بشوف لعيبه كوره تمام. كان في الدرجه الثانيه بيسوق توك توك، مش عيب. صحيح. ده انا ارفع له القبعه. صحيح. صحيح. عشان ااكل بيتي. صحيح يا كابتن. مش اقعد في البيت ويجي لي جلطه ويجي لي. صحيح. فانا كابتن بتمنى. عبد الجليل انا اسف عشان بس الوقت خلص، فانا بعتذر حضرتك لحظه واحده. اتفضل. دي هديه بسيطه من اداره البرنامج لحضرتك. يا بقالي كتير ما خدتش كاسات ولا دي هديه. حاجه بسيطه لحضرتك. والله بقالي كتير يا جماعه ما خدتش كاسات. لا جميله والله. تمام. ميرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن عبد الجليل، شرفت ونست مكانك. ميرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن عبد ميرسي الجليل. جدا. ميرسي يا جماعه، وميرسي للكرو اللي ورا الكاميرا بجد.
متشكر. ربنا يخليك يا كابتن، شرفتنا وستنا. اعزائي المشاهدين والمتابعين، دي كانت حلقتنا النهارده مع نجم الزمن الجميل كابتن محمد عبد الجليل، احرف من لاعب الكوره في مصر. اتمنى ان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم انا النهارده ورحمه الله.